أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيفنا الشرف معالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف فضيلة الدكتور أحمد زاهر علي، معالي نائب السفير والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمالديف سعادة الأستاذ سيف القحطاني، وضيوفنا الأكارم وحفلنا المبارك وعلماؤنا المشاركين الأجلاء، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في صرح من صروح العلم والمعرفة، وفي ليلة تطرز سماءها وجوهكم النيرة، فها هي جلسة الختامية لدورة علماء المالديف تحت شعار رحمة واعتدال. أيها الإخوة الحضور، للقرآن الكريم أثر في النفوس، ففي تلاوته ذهاب للهموم وجلاء للأحزان. تلك آيات عطرة تلاها على مسامعكم القارئ حسين إرشاد. حفلنا الكريم لكل سفينة ربان يوجهها ليصل بها إلى بر الأمان، وربان وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف فضيلة الدكتور أحمد زاهر علي لا يألو جهدا في التوجيه وإسداء النصح والإرشاد
مما كان لذلك الأثر الكبير في الارتقاء بالعملية الدينية. وله بهذه المناسبة كلمة الشكر والتقدير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الوفد الكريم، ضيوفنا الأكارم، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، لكل بداية نهاية مهما طالت، وها نحن اليوم نحتفل بالمحور الأخير من ورشة عمل مبارك إن شاء الله، والتي سعينا فيها لمعالجة ظاهرتين سيئتين، ألا وهما ظاهرة الإلحاد والتطرف، اللتان نخشى منهما ومن بوادرهما على بلادنا الحبيبة، وذلك من خلال توضيح مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام. وقد تعرفنا من خلال هذه الورشة المباركة على طرق وعلاج ومواجهة هذا الملف الخطير على ضوء تعليم ديننا السمحة. إن الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله للبشرية لا يمكن أن يكون دينا يدعو للتطرف والإرهاب ضد كل من يخالف الرأي. أيها السادة الكرام، إن جمهورية المالديف دولة إسلامية سكانها مسلمون 100% على امتداد 8 قرون وزيادة، وتبقى كذلك إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن مما يطيب لي وأنا في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل وامتنان العظيم إلى حكومتنا وعلى رأسها فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح على الجهود المضنية التي يبذلها لحماية الإسلام من الأفكار الوافدة الهدامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في سبيل نصرة الحق. كما أتقدم بوافر الشكر إلى علماء المالديف الأجلاء الذي شرفونا بحضورهم ومشاركتهم الفعالة، والتي أضفت على حفلنا أنسا وسرورا وإسراء. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. كما أخص بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الوفد السعودي الكريم، وعلى رأسهم معالي وكيل الدكتور محمد عبد العزيز العقيل، الذي واصل نهاره بليله في إنجاح هذه الورشة، والنخبة من العلماء الذين وفقهم الله إلى توضيح منهج الوسطية والاعتدال الذي يحث عليه الإسلام بجلاء ووضوح. كما أنتهز هذه الفرصة لأشكر أخي العزيز سعادة نائب السفير سيف القحطاني، الذي نجد بابه مفتوحا أمامنا في كل وقت وحين لتلبية طلباتنا ومد يد العون لنا كلما مستنا الحاجة إلى ذلك، جزاه الله خير الجزاء. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية،
على تعاونه ودعمه المتواصل للبرامج والمشروعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، ونتوقع مزيدا من الدعم والتعاون والأعمال المشتركة في مختلف المجالات ذات الأهمية. وأخيرا وليس آخرا، يسرني أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير وامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله على الرعاية والعناية الكريمة التي تحظى بها وزارة الشؤون الإسلامية، فجزاهم الله خير الجزاء. شكرا لكم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأفاضل، والآن توزيع الشهادات للمشاركين. أرجو من معالي الوكيل لتوزيع. الشيخ علي زاهر، الشيخ إلياس حسين، الشيخ نمال محمد، الشيخ فياض المنك، الأستاذ أسام محمد، الأستاذ طلحة أحمد، الشيخ حسن لطيف موسى، الشيخ حسين عبد الله سعيد، دكتور عبد الله جميل، دكتور محمد مرسلين، دكتور محمد عياض عبد اللطيف، الشيخ محمد رشيد إبراهيم، الشيخ عبد العزيز حسين، الشيخ إسحاق محمد فرو، الشيخ أحمد سليم، الشيخ إبراهيم علي،
الشيخ يوسف حسين. الشيخ إبراهيم وحيد علي. الشيخ أحمد موسى علي. الشيخ حسن موسى فكري. الأستاذ أحمد مومون. الشيخ نصر الله مصطفى. الأستاذ سعد الله إبراهيم. الأستاذ إسحاق أبو بكر. دكتور عبد الله شهام حسن. الشيخ عبد الله رشيد. الأستاذ آدم فضيل. الشيخ إبراهيم رشيد حسن. دكتور عبد الحنان وحيد. الشيخ أحمد سراج. الشيخ يوسف صدقي إبراهيم. دكتور إبراهيم سعيد. الشيخ زمزم فارش. الشيخ أحمد كميل. الشيخ شعيب نازم. الشيخ عظمة جميل. الشيخ أحمد فهمي ديدي. الشيخ حسين عبد الواحد. الشيخ عبد الله أديب. الأستاذة حواء لطيف. الأستاذة عاقصة علي. الشيخة آمنة عافية عبد الحكيم. الشيخة فاطمة سامرة. الأستاذة عائشة عبد الله سعيد.
الأستاذة فريدة محمد. الشيخ محمد شاهد. الأستاذ الشيخ محمد منصور. الأستاذ موسى أنور حسن. الشيخ أحمد مصطفى. الشيخ محمد لطيف علي. الشيخ أحمد نياز حسن. الأستاذ أزلف لطيف. الشيخ محمد علام نعيم. الشيخ آدم نشان. الشيخ محمد زاهد. الشيخ موسى نزار إبراهيم. الشيخ أبان عبد الله. الأستاذة أنار نعيم. الشيخ محمد شجاع عبد الرحيم. دكتور عبد الستار عبد الرحمن. الشيخ شهام محمد. شكرا. حفلنا المبارك. والآن كلمة الختامية لمعالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمد الله إليكم
أصحاب المعالي والفضيلة، وأخص بالشكر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور أحمد زاهر علي، وأشكر صاحب المعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية، وأشكر أصحاب الفضيلة الذين شرفونا في هذا البرنامج التدريبي الثري بمشاركتهم وإثرائهم ومداخلاتهم. ولا أنسى أن أزجي بالشكر لرئيس جمهورية المالديف على حرصه واهتمامه بمثل هذه البرامج وحثه عليها وبذله في سبيل تيسيرها. والشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز على حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية بين المسلمين في العالم كله، وخاصة بين وزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الإسلامية. وأشكر معالي وزيرنا الهمام المبارك معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذين حرص كل الحرص على توثيق هذه العلاقة وعلى تأكيد هذا التعاون بين هاتين الوزارتين اللتين قدمتا هذا البرنامج وفق الاتفاقية المعقودة بين الوزارتين. وكل هذا لا شك من دواعي الغبطة والسرور أنا وزملائي، وخاصة الشيخ حمد بن عبد العزيز العتيق وأصحاب الفضيلة الشيخ خالد الشثري والزملاء بقية أعضاء الوفد، الذين سعدوا سعادة كبيرة بما وجدوا من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام بالغ من معالي الوزير ومعالي وزير شؤون الدولة ومعالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية ومعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والإخوة العاملين في تنسيق هذا البرنامج، من اهتمام بالغ وكرم أخلاق لا تستغرب على هذا الشعب الكريم، فالطيب من معدنه لا يستغرب. وقد بدأنا هذه الورش منذ أول يوم وصلنا فيه في هذه الدولة المباركة، وتوالت هذه الورش التي تناولت أهم الموضوعات التي تحتاجها الساحة اليوم، وهي بعنوان مختار ومنتقى رحمة واعتدال بلا تطرف ولا انحلال، وهو ما جاء في شريعة ذي العزة والجلال وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد وجدت أنا وزملائي من المشاركين جميل مشاركات وإثراء وكريم مداخلات وآراء تدل على عمق في المعرفة وعلى حرص على النصيحة. وإني أشكر لكم هذا التفاعل الكريم وهذا الحضور الكريم. أدعو نفسي وإياكم إلى مواصلة الجهد في سبيل حماية جناب التوحيد وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وإلى السعي الدؤوب في حماية هذه الدولة بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم الوفي، الذي عرف عنه جميل الاستجابة وقبول الخير منذ دخل الإسلام إلى جزر المالديف أكثر
من 800 سنة، وهذا الشعب معروف بحبه للخير وحبه وتعظيمه للكتاب والسنة وحرصه على السير على هدي سلف الأمة. وإني إذا أشكر لكم ذلك كله أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للقيام بالأمانة وأداء الرسالة والنصح لكتابه ولرسوله، والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ دولة أو جمهورية المالديف وشعبها، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. حفلنا الكريم ها قد وصلنا إلى نهاية المطاف، راجين من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، شاكرين لكم حضوركم وحسن إصغائكم، فإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى لا يسعنا إلا أن نقول لكم إن تجدوا عيبا فسد الخلل جل من لا عيب له وعلا. فنسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أموالكم وأوقاتكم وأهليكم إنه جواد كريم. وكما بدأنا بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله نختم بهما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. مي هوريا بيفلو مس فوتو يكا